شمول العلم في السنة النبوية. أشو المعنى؟ ترى بعض الناس مارس الأحاديث كاين العلم فهم العلم الشريعة كان وحدس أتغرض القرآن السنة في كتاب التفسير الحديث وكذا ذايا مثل العلوم وياه وسينا البركة وسينا القيمة فلا ما يثمث أولا يقول الصحارى إلى العلم الديني علوم الدين علوم الشريعة في قال لاقة ثنتني السين سنتر تقرز العبادنا غير تقرز الاخرتنا غير نسين ديننا غير نسين الاسرار سيدي ربي الدين ايوه. ولكن اذا العلم المادي علوم الدنيا ما كنسموها بعض الناس العلوم الماديه العلوم التجريبيه المبنيه على الملاحظه والمشاهده والتجربه العلوم مره سونس اكسبسيون هي كل العلوم لا قد افتغى بعض الفوائد العلم المادي برومييرمون علوم العصراكين هذا عاونت باش نحلوا المشكلات حل المشكلات والازمات وتقريب المسافات والاقتصاد في الطاقات والاوقات يعني طاس لي زافونتاج تموسن العلم زر كان كما ثورة ما الا ساب العلم طوموبيل ديال العلم باش تهضر الزيرابيه تقرا شحال نسوى يعني شحال بوسان اتوصل طوموبيل ساعه ونص قلاكدين باش توصل ربنا في اي سفر تستعمل الطائره وكذا جالسين دايرين الهان ياكل العلوم بدون استثناء ساعه القيمه القران الكسيس كارل يونسي العلماء خمتك ثلاث اسم الانسان ذلك المجهول يهضر في قيمه العلم يناك العلم ياكل العلوم تتعاون ياكل السيانس تماون تفوس دكفوس باش نسين ربي اكثر باش نقرز الحياه اكثر باش نفروا المشاكلنا الى اخره ياكل العلوم ساعه تزال ولكن فقط انت نستخدم كاين يصلحن اما كدينا ربي اقرا باسم ربك معناه نربط بين العلم والايمان العلم الذي ينشا في احضان الايمان ثمسني الشد غ الايمان غ لي فالور غ الاخلاق اتسوغ ثمسنيه كاين لو سافوار كيفنو ينفع اما ذي الفلاح اما ذي الصناعه اما ذي العمران اما ذي الماناجمنت اما ذي لا جيستيون اما ذي الماتيماتيك اما ذي لا سيونس ذي الجيولوجيا ذي الاسترونومي ذي كلش ياك هذه الفايده ما شاء الله اما ولاش الايمان ولاش لي فالور اذيغ العلم الذي تهدو اذي ديتري لومانيتي كامل البشريه مهدده بالدمار بالخراب واش تاكين سوالي الساقي شحال العلماء مسنون تهدون وفنون راه تديتروين وتسقيمنا راه هذا اشو ثاني خصا العلم ساعنا ولكن ولاش الثقه ولاش الاخلاق ولاش الدين ولاش الايمان سي بوس ربنا اقرا باسم ربك اكيد دخولا ولا اقرا وحدث باسم ربك واحد سك اقرا باسم ربك هذا ثلاث اللغه الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمدي يهضر النبي صلى الله عليه وسلم في الطب في لا ميديسين اكثر من 40 من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدي يهضر في لا ميديسين وقال الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام شو المعنى باش نفهم بلي الرسول عليه الصلاه والسلام يفكيس ازال لا ميديسين يفكيس ازال يوزاوي بمذان جسد بمذان الحجامه بالك يونواس بعض غاشي تسقوا الحجامه وقيل سي ديمودي وقيل والسعر زال ميساقي الحمد لله العلم بس يثبت كونفيرمي باللي الحجامه ذيون العلم ذا مقران يسال على لا ميديسين الطب النبوي شحال تكتافين دوران العلماء تحت هذا العنوان الطب النبوي والعلماء بس لا ميديسين بس كونفيرميد بالحجامه يستخدمن بيان سور وين يسننا خاطر توجور الشرع اليك في مسني الى العلم وربنا فاسال به خبيرا او رميد تفكير المساجه في الحجامه ذاين جلس نطاس ذاين لها نطاس ينفع نطاس ولكن ولا تخدمن ذي مسنون وقال يسمن صافي الاحاديث طاس قال مثلا اين يعني ينادي النبي عليه الصلاه والسلام ما انزل الله داء الا انزله دواء ولاش الداء ولاش الهلاك من سيدوا سبوس العلماء تنادين تقلفن تكتشفن اتسانفونتي ذا شو دينا ربي سبحانه وشو دي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ذا هو كل شيء لا الداء لا الدواء لا ولاش الدواء ونسير الدواء تاكيد النبي صلى الله عليه وسلم فقداوة لمسنون العلماء باش القلب وثلاثين أذوظن إن شاء الله تعالى وكل من سار على الدرب وصل كذلك تعلم اللغات أي معنى اللغات
النبي صلى الله عليه وسلم ذي الصحابة قد تربي لأنه قال يسن اللغة الرومية وقال يسن اللغة الفارسية اللغة الحبشية ثم قال في اللغة السريانية لأن بعض اليهود ذي هذا الكاس اللغة السريانية هذا غايحس أمشي راه يخدم يفكاس نوردر أمر يزيد بن ثابت الناس روح الناس برق الروح الناس اللي قد صارت اللغة السريانية من تعلم اللغة قوم أمن شرهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم اللغة تعلم اللغة بلا حدود أم بعد زيد بن ثابت هنا كاسمي ديالنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحفظ يغرات في أيام قليلة ماشي قال شهور سقوس عامين خاطئ يخدم يعني ستاج في أيام قليلة يغال زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي إذ نتسا إذ ترجمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللغة السريانية إذ نتسا أسدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد تدير الترجم مدرس المراسلة في فرات مدرس أثنتي ديغار تفهم وليث كان أي ثمثين صفية كل لغة ثمت رومي ثمت إنجليزي ثمت قبيلي ثمت فارسي كل اللغات أكل تغريض ذي النوافذ تفتح النوافذ تجريدين إثم سنين فاجدط باش نظر بلي إذن أشو الخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم فقه السنة شو دينا أن يسينا كل علوم كل معارف